واللي بيني وبين الكابتن فتحي لا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا يخليك. بطولة كبيرة. طب يلا بوسه بقى حلوه كده، حضن جميل بقى كده. لا كابتن فتحي حبيبي. يلا الحمد لله. الشراوي عشان الشراوي عايز. فتحي محمدي مدير قطاع ناشئين نادي بور فؤاد. كنا عايزين نعرف المبادره الجميله اللي حصلت النهارده بين قطاع ناشئين بور فؤاد وقطاع ناشئين المصري، ايه اللي حصل فيها؟ مفيش، هو جه كابتن عباس اخدت بالك قابلنا مقابله كويسه وسلم علينا وخدت بالك اتكلم كلام كويس، وقال لو حصل حاجه منه قبل كده انا بعتذر عليها، ولو ان انا ما حصلش مني بس هو ده اللي حصل. كل حاجه اتصفت خلاص الحمد لله. بالنسبه لي انا شخصيا خلاص ما عادش حاجه جوايا انا خالص. خير الحمد لله. والله مفيش. هو طبعا انا اولا بشكر الكابتن وائل بدوي، ده ابننا غالي ودايما يسعى للخير. يعني يمكن استغل عطف الانسان في حته ان نادي بور فؤاد ده ناديه انا اتربيت فيه، ما فيش شك ان يعني نادي بور فؤاد له مكانه كبيره جوه قلبي، لا يزايد احد على حبي لنادي بور فؤاد. نادي بور فؤاد له هو صاحب القرار في انه يلعب المباراه من عدمها، وطلع القرار في لجنه المسابقات بان فوز نادي بور فؤاد النادي المصري. بعد القرار ما ظهر وبانت حقيقه الموقف، انا شخصي طلبت من مجلس الاداره يمكن امس ان انا ابعت فاكس لمنطقه بورسعيد لكره القدم لاعاده المباراه بين النادي المصري وبين نادي بور فؤاد، وفي اي مكان يختاروا نادي بور فؤاد. حتى انا عندي استعداد العب المباراتين اللي هم في الدوري على ملعب نادي بور فؤاد، ده بيتنا وده نادينا. بقول ان مفيش ابدا خلاف بيننا وبين حد. الكابتن فتحي مفيش شك انه اخ فاضل واخ كبير ولعب فريق اول في نادي بور فؤاد قبلنا وهو كابتننا وبنكن له كل الاحترام، ولكن اذا في اختلاف في وجهه النظر اعتقد لا يفسد من الود قضيه. اعتقد ان انا برحب بنادي بور فؤاد اليوم في مباراه مواليد 2000 في ملعب النادي المصري الفرعي. بتمنى النادي بور فؤاد التوفيق، وكل واحد طبعا اعتقد انه ممكن يعني في اي وقت بيقول رايه. ما ينفعش ان الانسان لما يجي يقول راي الناس تعتقد انه بيسيء لنادي هو اتربى فيه. ما اعتقدش ان في واحد عنده اصل ممكن يسيء لنادي اتربى جواه وداخل جدرانه. نادي بور فؤاد نادي هو اللي صنع اسمنا، وانا بكن كل احترام وتقدير لنادي بور فؤاد ومجلس اداره النادي بور فؤاد ومجلس اداره النادي العام. واعتقد ان نادي بور فؤاد نادي عريق وشقيق وله باع طويل في كره القدم. مش عايزين الصغائر دي توقفنا، احنا برضو مستمرين في عملنا. النشاط دايما ان شاء الله باذن الله مستمر في بورسعيد. عودة النشاط كانت خطوة طيبة جدا بشكر عليها منطقة بورسعيد لكرة القدم، ومن ثم بدأنا ولادنا الحمد لله رب العالمين يظهروا على السطح ويصلوا إلى منتخب مصر سواء كانوا مواليد 98 أو مواليد 95. خدنا على عاتقنا هذا الأمر وسنظل نرسل أبناء بورسعيد لمنتخبات مصر، لأن بورسعيد لم تنضب. بورسعيد مليئة بالمواهب، وبورسعيد مليئة بالكوادر الفنية والرياضية، وأعتقد إن شاء الله بإذن الله القادم لبورسعيد أفضل إن شاء الله. شكرا.